السلام عليكم. وليت لكم اليوم بالجزء الثاني نتاع التعديلات اللي راهم مقترحينها في قانون الإجراءات الجزائية. المرة اللي فاتت شرحت لكم 6 تعديلات، هاد المرة غادي نشرح لكم 4 والباقي الفيديو الجاي ان شاء الله باش ما تكرهوش وهكا تفهموا كل حاجة واحدة بوحدة وبالخف. اول حاجة غادي نبداو بها اليوم هي المثول الفوري. ايش هو المثول الفوري؟ المثول الفوري هي كي يحكموا شخص متهم في جريمة، يعني لازم يدو تم المحكمة في نفس اليوم ولا غدوة من ذاك، يعني ما يأجلولهش القضية لفترة طويلة. يعني هالتعديل جا باش يعاود ينظم المثول الفوري، يعني كي يجيبوا متهم للمحكمة بطريقة مستعجلة لازم تكون القضية واجدة من كل النواحي، الشهود معروفين، الأدلة كاينة والملف كامل باش القاضي يقد يحكم فيها مباشرة، ماشي كيما قبل وين كانوا. التعديل الثاني هو إدراج حالات تلبس كما قلنا. زاد بعض الجرائم باش تولي تدخل في حالة تلبس. شمعناها هذه حالة التلبس؟ هي كي يلقاو واحد داير جريمة زعما يشوفوه بعينيهم، ولا يشوفوه خارج من الدار اللي كانت فيها الجريمة، ولا يلقاو عنده حاجة تثبت باللي هو المجرم، كيما سلاح فيه الدم ولا حاجة خاونها. في هذه الحالة الشرطة عندهم صلاحيات باش يتحركوا، وهكا سهل على الشرطة باش تخدم خدمتها وتحكم المجرم قبل ما يهرب ولا يمحي الأدلة. يعني ما يحتاجوش يدوا الإذن من وكيل الجمهورية باش يفتشوه ولا يحققوا معاه، خاطش هذا الموقف خطير. تالي التعديل وهو استطلاع رأي المسؤولين قبل تحريك الدعوى العمومية في قضايا الفساد. وش معناها؟ يعني قبل ما يبدأ التحقيق الرسمي مع مسؤول ولا إطار متهم بالفساد، النيابة لازم تسقسي رأي الجهة اللي يخدم فيها، يعني مثلا الإدارة ولا الوزارة اللي تابع لها. علاش داروا هذا الإجراء؟ باش ما يكونش ظلم، ولا باش يضمنوا بلي كاين زعما دلائل واقعية، خصوصا في ملفات حساسة كما الفساد الإداري والمالي. غادي يجي في بالكم سؤال، زعما اش غادي يفيد هذا الإجراء؟ هذا الإجراء كي واحد زعما يروح يتبلى واحد آخر زعما يتهمه بحاجة ما دارهاش غير باش يحصله، يعني الدولة هتحاول توازن بين الرقابة والمساءلة وبين احترام مناصب المسؤولين. رابع تعديل وهو تعميم نظام الأمر الجزائي. وش معناه؟ معناه القرار اللي كان يخص بعض القضايا غادي يولي يطبقوه في على كاع المخالفات، بقات صغيرة بقات كبيرة. نعطيكم مثال باش تفهموا. زعما واحد كيدير مخالفة بلا ما يدخلوه للشرع وطول الإجراءات، قادر وكيل الجمهورية يصدر أمر جزائي مباشر، زعما مثلا يدير له غرامة مالية بلا ما يديروا له محاكمة.